السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبائي في قناة أرابيك فود. النهاردة هعمل معاكم ميكس بين التشيكن بيتر والمبكبكة. تطلع لي بالنتيجة دي والشكل ده، ولا أروع ولا أجمل. عندي المقادير: مقدارين من البصل الجوانح كده، والبطاطس مقدار كبير من البطاطس كده، المقدار اللي انت عايزاه. غسلتها كويس وقطعتها مكعبات كده صغيرة بالحجم ده بقشرها عادي، ومكعبات صدور دجاج. مكرونة وراس توم كبيرة بقشرها عادي، حوالي 10 حبات من الثوم المقشرين، وقطعة زبدة كبيرة. طبعا هناخدها على مراحل. الميكانيزم ازاي؟ اول شيء بحل على النار، اعمل كده زيت الاول وقطعة الزبدة كده، والباقي هنستخدمه بعد. على النار كده. وهنزل البصل، مقدارين البصل انزلهم كده، مع التقليب. بعد كده احط عليها ملح، اتبلها كده بالملح. مجرد ما تدبل البصلة بالطريقة دي كده، انزل عليها بالبطاطس، مقدار البطاطس اللي عندي. طبعا دي حسب الكمية اللي انت هتعمليها، ممكن تعملي اقل بنص الكمية دي. مع التقليب كده. عندي بقى في وعاء اخر او في طاسة هحط قطعة الزبدة، اسيح قطعة زبدة كده وانزل عليها بالدقيق كأني بعمل بشاميل تمام. ده عشان اعمل الصوص. اقلب الدقيق كده، معلقة دقيق كبيرة او معلقتين اللي هما المعلقتين الطعام، واقلبهم كويس كده. انزل عليها كده بثلاث مغارف حليب. طبعا المغرفة دي حوالي كوباية، يعني حوالي 3 كوبايات حليب. وعليهم فلفل
واقلب. لما يجمد الاقيه ماسك نفسه، اضعه جانبا. بعد كده البطاطس كده عندي استوت. هعمل ايه؟ يكون عندي عصير طماطم فريش، انزل عليه بنص كمية البطاطس مع البصل بالتوابل اللي انا حطيتها دي، اخد نصها، نص الكمية بس، واسيب النص الباقي، واحطه في شفشق الخلاط مع عصير الطماطم. احط عليهم مع البطاطس، جزء البطاطس اللي اخدت في الخلاط، هنزل عليهم بالثوم اللي انا مقشراه. يعني هيكون في شفشق الخلاط العصير الطماطم الفريش، نص البطاطس اللي انا دبلتها مع البصلة مع التوابل، والنص التاني هسيبه في الحلة كده. احط له قطعة الزبدة الباقية، وانزل عليه مكعبات صدور الدجاج، واسيبهم على النار. اقلبهم كده كويس واسيبهم على النار. وفي الخلاط اعصر بقى الحاجات اللي انا حطيتها، اللي هو العصير الطماطم الفريش اللي انا عملته، معاه البطاطس اللي هي اخدت سوا، ومعاهم فصوص الثوم. ودي بقى هحط شويه، قلبتهم تقلبتين كده، هحط عليها الملح وفلفل اسود، واقلبهم كويس. بعد كده دول بقى اخلطهم في الخلاط كده، وعليهم كاري، هو اللي هيديها التست كويس، وكركم، كاري وكركم، وقرفة، وكزبرة ناشفة مطحونة طبعا. وكل دول اخلطهم في الخلاط. خلطتهم في الخلاط، عطالي اللون ده جميل جدا. هنزل عليهم بقى بقية عصير الطماطم. طبعا اللي عامل اللون ده الكركم مع مع الكاري مع القرفة، واحط معاهم راس التوم زي ما هي بقشرتها، زي ما قلنا نضيفة، حطيناها كده اهو، نضفناها وحطيناها. بقبقت هي كده اهي زي ما انتم شايفين كده، حطينا لها ميه، الميه اللي احنا هنعوزها، واسيبها تغلي غلوه. بعد كده انزل عليها مقدار المكرونه اللي عندي حسب الكميه اللي انت عايزاها، بميتها كله تمام كده، واسيبها ما اقلبهاش، اسيبها براحتها وتبقبق براحتها. بعد كده استوت، حسينا انها استوت كده شويه، انزل عليها بالصوص اللي انا عملته وضعته جانبا. قلنا ايه الصوص عباره عن ايه؟ عن قطعه الزبده، ومعاهم الدقيق، ومعاهم الحليب، وطبعا فلفل اسود. بس سيبنا شويه عشان لما اغرفها، غرفنا في الطبق كده وجرنشناه بالنعناع، بعود نعناع. بعد كده اديكوا شايفين، بقيت الصوص حطيته كده عشان يديها منظر وتست.
راس التوم استوت وبقت جميلة اهي، حطيناها اهي. وبالهنا والعافية، واشوفكم فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Where's that Katie? Where's that Katie?